السلام عليكم. سان ماكسيمان جناح نادي نيوكاسل خلاص مضى للاهلي جده. يعني اللاعب سان ماكسيمان خلاص مش هنشوف الدوري الانجليزي وهيبدا يلعب في الدوري السعودي من السيزون اللي جاي. يا جماعه بس عشان نبقى متفقين مع بعض، سان ماكسيمان ده لو الصفقه تمت ومفيش اي حاجه عطلتها، هي لحد دلوقتي ماشيه كويس، هيكون اعلى صفقه في تاريخ الدوري السعودي. اعلى صفقه مش من ناحيه الفلوس او من ناحيه الماديات، لكن هتكون اعلى صفقه من ناحيه المهارات واللعب. اللاعب ده هيكون مؤثر جدا في نادي زي اهلي جده. يا جماعه انا قبل الصفقه دي كنت بتوقع ان الهلال والاتحاد هو اللي هيكون بينهم المنافسه الاشد، لكن بعد الصفقه دي بقول ان اهلي جده هو اقوى هجوم لحد دلوقتي. انت عندك بص الهجوم الهلال ده متكون من مين؟ يعني عندك فيرمينيو قدام، جناح يمين رياض محرز، جناح شمال لسان ماكسيمان. يعني هجوم مرعب. سان ماكسيمان اصلا من اللعيبه اللي بتتفنن في اهانه الخصم او اهانه المدافع اللي بيلعب عليها. يعني لو حد كان متابع نادي نيوكاسل السيزون اللي فات هيتفرج ويشوف سان ماكسيمان ده وهو بيعدي من اتقل مدافعين، ومش بطريقه عاديه، لا كل مره بطريقه مختلفه واروع من اللي قبلها. فطبعا الله يكون في عون اي مدافع او اي ظهير هيكون بيلعب على سان ماكسيمان. واعتقد ان بعد الصفقه دي زي ما قلت كده، يعني انا كنت ميال شويه لنادي الاتحاد ان هو اقوى هجوم لحد دلوقتي، لا انا بقول من مكاني ان لو الصفقه دي تمت اهلي جده هيكون اقوى هجوم في الدوري السعودي. بس عشان ما اطولش عليكم تعالوا معايا نشوف تفاصيل الصفقه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. في تقارير صحفيه اكدت ان سان ماكسيمان خضع لفحوصات طبيه تمهيدا لانتقاله لاهلي جده اللي هيلعب ليه الموسم اللي جاي. بشكل مبدئي نادي نيوكاسل واللاعب وافقوا على عرض نادي اهلي جده المقدر بقيمه 25 مليون يورو زائد 12 مليون يورو مرتب اللاعب كل سيزون. وفي كمان تقارير اعلاميه بتاكد ان خلاص الصفقه في همساتها الاخيره وخلاص سان ماكسيمان هيلعب في اهلي جده. وده طبعا بيتبع برضه امام نادي اهلي جده صفقه رياض محرز اللي كان فيها مشاكل، لكن خلاص بدات تتحل المشاكل دي. ده كان بسبب ان نادي مانشستر سيتي ما كانش عايز يتخلى عن اللاعب بسبب عدم وجود بديل ليه لحد دلوقتي في نادي مانشستر سيتي، لكن لسه بيحلوا المشكله دي، واعتقد ان اللاعب هيلعب فعلا في اهلي جده الموسم الجاي. نادي اهلي جده اصلا لسه صاعد من دوري الدرجه الثانيه، ولكن نازل بتقله الموسم ده في دوري روشن، بعد ما حاليا تعتبر صفقه سان ماكسيمان دي رابع صفقه ليه السيزون ده بعد فيرمينيو ومحرز والحارس السنغالي مندي، بيكون هو رابعهم. فانا بقول لانديه زي نادي الاتحاد ونادي الهلال اتمنى ان هم يتعاقدوا مع اظهره سوبر، لان الصراحه الموضوع هيكون صعب والمسافه هتكون بعيده قوي بين سان ماكسيمان او رياض محرز واي باك او اي ظهير هيلعب ضدهم. في الحقيقه لحد دلوقتي ما فيش اي خبر انتشر او طلع او حتى اي اشاعه طلعت بتقول ان في اي وجه خلاف بين اللعيب وبين مسؤولين النادي الاهلي جده. فاعتقد الصفقه هتتم واللاعب هيلعب فعلا للنادي اهلي جده الموسم اللي جاي. بس عايزكم تسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات عن الصفقه دي، وهل فعلا زي ما انا بقول كده هتكون اكتر صفقه مؤثره في الدوري السعودي ولا لا؟ ده ممكن يخلي فريق زي اهلي جده ياخد الدوري السعودي. ثاني صفقه هتكلم عنها النهارده هي صفقه الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، اللي خد عرض ب 40 مليون يورو من نادي الهلال السعودي، اللي عايز يضم مهاجم او يعزز هجومه في الميركاتو الحالي تعويضا لفشل صفقه ميسي. لكن في تقارير موثقه انتشرت ان انطوان جريزمان رفض العرض ده، ونادي اتلتيكو مدريد كمان رفض العرض، وجريزمان عايز يكمل في نادي اتلتيكو مدريد تاني، ورفض اللعب في دوري روشن السعودي الموسم اللي جاي. واشارت شبكه قنوات الكاس ان الفرنسي انطوان جريزمان رفض عرض كبير جدا من نادي الهلال السعودي، وكان يوصل راتبه فيه ل 40 مليون يورو سنويا. في الحقيقه انا في الاول توقعت ان جريزمان يمشي من النادي لان قيمه عقده او قيمه كسر عقده قليله وهي 25 مليون يورو بس. هو ده بس الشرط الجزائي المرتبط بيه او اللي رابط نادي اتلتيكو مدريد باللاعب، وعشان كده توقعت ده، ولكن اللاعب رفض ده وقرر ان هو يلعب ويكمل في نادي اتلتيكو مدريد. لكن لسه الميركاتو شغال ولسه ما عرفناش مستقبل اللاعب ولا ايه الفريق السوبر اللي هيجيبه نادي الهلال، لان حتما ولابد ان نادي زي نادي الهلال هيجيب مهاجم سوبر ولسه ما جابش المهاجم بتاعه. ثالث صفقة هتكلم عنها النهارده هي صفقة مدافع من مانشستر يونايتد، هي صفقة لنادي النصر السعودي بطلب من كريستيانو رونالدو، هو اللي طالب اللاعب ده بالاسم وعايز يضمه معاه في الفريق، وهو المدافع أليكس تيليس مدافع نادي مانشستر يونايتد، المدافع البرازيلي اللي كان عايز يضم ليه في الميركاتو الحالي بطلب من كريستيانو رونالدو. ولكن تصطدم رغبة النصر في التعاقد مع المدافع البرازيلي تيليكس البالغ من العمر 30 سنة بقرار منعه من ابرام تعاقدات جديدة بسبب الديون المتراكمة عليه وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وبصراحه من غير المتوقع ان يفضل الحال كما هو عليه في نادي النصر، بحيث ان هيتم رفع الحظر ده في حال تسديد الديون بشكل فوري، وهو ده الامر اللي نادي النصر السعودي بيسعى لتحقيقه. واصبح كريستيانو رونالدو مهتم جدا بالتعاقد مع اليكس تيليس، اللي وصى اداره فريق النصر بابرام التعاقد معاه، لان رونالدو شايف ان الصفقه دي هتكون مفيده جدا للفريق وليه. في الحقيقه اللاعب ده من ساعه ما وصل نادي مانشستر يونايتد من بورتو سنه 2020 وهو فشل ان هو يفرض نفسه اساسي على نادي مانشستر يونايتد. ما لعبش معاهم غير 50 مباراه بس في الموسمين اللي قبل اللي فاتوا، وراح معار لنادي اشبيليا الموسم اللي فات. ومن الواضح كده ان نادي مانشستر يونايتد متفتح جدا لبيع اللاعب في الصيف ده، لان عقده الحالي مش فاضل فيه غير سنه واحده، واللاعب ده قيمته السوقيه لا تقل عن 7.5 مليون يورو. لكن نادي مانشستر يونايتد هيتنازل وممكن يتخلص من اللاعب بمبلغ اقل بكتير. بس عايزكم تسيبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي هل فعلا الصفقه دي هتكون مفيده لنادي النصر زي ما كريستيانو رونالدو متوقع، ولا هتكون صفقه فاشله برغم فشل مسيره اللاعب مع نادي اشبيليا ونادي مانشستر يونايتد. بس هو ده كان الفيديو. لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم فريد ثروت، سلام.